البرتقال زي ما انت شايفه كده ب 2 جنيه وب 2 ونص وب جنيه ونص وبجنيه وربع. البلدي بجنيه ونص وبجنيه وربع، وابو سره ب 2 ونص وب 2 جنيه، وفي بجنيه ونص بسره برضه. بالنسبه للتفاح؟ التفاح ايطالي وتركي. الايطالي ب 13 وتركي ب 12 جنيه الابيض. لكن ما فيش تفاح مصري دلوقتي لسه. على طول كله مستورد؟ ايوه كله مستورد. ده له فتره كبيره على كده. ان شاء الله. امتى هيكون في تفاح مصري بقى؟ في شهر 4 كده او 5 ان شاء الله. مين اللي بيقول الكلام ده بقى؟ الفلاح يعني المزارع ولا الحكومه؟ لا، احنا اصلا بنجيب التفاح بتاعنا من المزارع، لكن في سوق العبور وفي سوق اكتوبر ممكن تجيب من السوق، لكن احنا بنجيب من المزرعه اصلا. في حديث قدسي جليل يقوله ربنا تبارك وتعالى، وخطاب لكل الامه: حاكما ومحكوما، غنيا كان او فقيرا، تاجرا او عاملا اجيرا. الحديث عام لكل الدنيا. يقول الحق تبارك وتعالى: انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك. الملوك الحكام. قلوب الملوك بيدي، اي قلوب الحكام بيد الله تبارك وتعالى. قلوب الملوك بيدي، فإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة. من هم العباد؟ الرعية، اللي هو احنا. فإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم أي حكامهم عليهم بالرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بملوككم، أي فلا تشغلوا أنفسكم بحكامكم. اتركوا المسألة دي بيد الله. فلا تشغلوا أنفسكم بملوككم، واشغلوا أنفسكم بالذكر والدعاء أكفكم ملوككم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فيما بلغ عن ربه. المسألة كلها تبتنى على الضمائر وعلى القلوب بين العبد والرب، تبتنى على الضمائر. يقول الله تبارك وتعالى: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته. منين؟ من نيته، مش من العمل. إن كان قلت لكم إن كان حاكما أو محكوما، غنيا كان أو فقيرا، تاجرا كان أو عاملا أجيرا، الكل سواسية. ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته. فإن تكده السماوات السبع ومن فيهن، تكيده كيد. الكيد بيجي من الناس، ولكن الحق تبارك وتعالى بيوسع لك المجال، بيقول لك: فإن تكده السماوات السبع ومن فيهن والأرض ومن فيهن لجعلت له من بينهن مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا وقطعت أسباب السماء من بين يديه وأرسخت الهوي من تحت قدميه ولا أبالي في أي واد هلك، لأني ماشي بهواه. ويقول الحق تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالمسائل كلها بيد الله تبارك وتعالى. عسى الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة إن شاء الله. رسالة توجه للناس، كلمة أخيرة كده تحب تقولها؟ بقول لهم يعني يجب على العبد يفكر، لأن الدنيا لم تبقى لأحد. المناصب والكراسي اللي بيسرعوا عليها لم تبقى لأحد. نقرأ في التاريخ ونسمع شو من حين الثورة الأولى التي قام بها محمد نجيب رحمه الله وعبد الناصر والسادات، الكرسي قعد عليه كم واحد، اللي مات واللي قعد، فلا تدوم لأحد. يجب على العبد يفكر
يتفكر في صنع الله جل وعلا حتى يلقى ربه وهو على خير. الرسالة للمسؤولين أقول لهم: اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا وفي أنفسكم أيضا. اتقوا الله. المناصب لم تدم لأحد، كما قلت لكم المناصب لم تدم لأحد، والدنيا كلها لا تدم لأحد. في قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، يجب علينا أن نسمع قول الأئمة الناس الصالحة. يقول رضي الله عنه: سئل في عصره 8 أسئلة، قيل له: ما رأيك يا إمام في واجب وأوجب، وعجيب وأعجب، وصعب وأصعب، وقريب وأقرب؟ فرد عليهم بقوله رحمه الله: من واجب الناس أن يتوبوا، أي الناس كلها من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب. الناس الصالحة دي ناس صالحة. والدهر في صرفه عجيب، الدهر أي الزمان، أي في صرفه أي في تقلبه. والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب. والصبر في النائبات صعب، لما تجيك نائبة الصبر عليها صعب، ولكن الثواب أصعب. الثواب تلاقيه في الآخرة، الصبر عن نائبة تثاب عليه في الآخرة، تلاقي الأجر بتاعك.